السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. النهاردة زي ما أنا كاتب في العنوان كده، روشتة فوز الزمالك على الأهلي والمصري على سيراميكا. زي ما احنا اتفقنا المرة اللي فاتت إن المصري عمل اللي عليه. الزمالك بقى بسبب اخطاء المدير الفني بتاعه كان هيودي نفسه في داهيه، وكان هيضيع الدوري لولا بس النتيجه اللي حصلت دي. يعني هي في مصلحه الزمالك بس مش قوي، يعني في مصلحه الزمالك في حاله واحده بس، لو الزمالك كسب الاهلي النهارده بس كده. ايه بقى الروشته دي اللي انا بقول عليها؟ انا قلت الروشته ليه؟ ما قلتش مدير فني ولا قلت، لان النهارده المدير الفني هو هيقول الخطه المناسبه وبس، لان الماتشة دي بتاعت اللعيبه هي اللي عايزه تكسب النهارده النادي بتاعها، سواء الزمالك سواء المصري، لان الاثنين محتاجين. المصري عشان يخش كونفدراليه يروح مركز رابع، وده عايز معجزه طبعا، بس انت لازم تلعب وتصمم على حلمك، لازم تصمم على حلمك. ف النهارده دي مطوشه اللعيبه. انا كنت الاول بقول التشكيل الامثل ومش عارف ايه، ايوه في مطوشه المدربين هم اللي بيتحكموا فيها، المدرب هو اللي بيحط التشكيل عشان دي في مطوشه كده. انما النهارده بقى خلاص مطوشه اللعيب هو اللي هيختار، وهو اللي هيعمل بمجهوده، هيقول لك ليه يعني عايز اكسب، انا بمجهودي هكسب. وطبعا بعد ارشادات المدير الفني يحط خطه مناسبه ويحط الفكر المناسب، وبعد كده اللاعب بينفذ. زي ما انا قلت المره اللي فاتت، اللي اسمه معتمد جمال ده، الكابتن ده اللي اسمه معتمد جمال ده كان هيضيع الدوري، لان لو كان الاهلي كسب كان الدوري هيروح للاهلي من غير كلام. انما انت بتلاعب يعني المنافسه دلوقتي، يعني النهارده لازم الزمالك يكسب او ما يتغلبش، حاجه من الاثنين. يا ما لما هو النهارده انا استراتيجيتي ايه؟ الزمالك، هنتكلم على الزمالك. استراتيجيتي ايه؟ ان انا اكسب الدوري، عشان خاطر الدوري، اخد الدوري بس ما تغلبش، يعني ما افتحش خطوطي، ما هاجمش بعشوائيه. والنهارده في نقطه ضعف كبيره قوي في الزمالك، كبيره جدا، في نقطه ضعف كبيره، غياب عمر جابر لما يغيب النهارده هتبقى مشكله. خبره كبيره عمر جابر. فلازم النهارده الكابتن معتمد جمال في نقط ضعف ونقط قوه انا لازم العب عليها. النهارده لازم الزمالك ياخد زمام المبادره بتاعت الملعب، لازم انا اخد زمام المبادره عشان اكسب. لازم النهارده اكسب، اخلص. يعني هو يعني بيراميدز اتعلم من ماتشك معاه ان ما يندفعش، ان انا ما هاجمش بعشوائيه. فكان بيهاجم الاهلي من تلت الملعب بتاع النادي الاهلي، يعني كان بيقف لما البيراميدز كان بيدافع من تلت نص الملعب بتاع النادي الاهلي، من نص الملعب بتاع النادي الاهلي. ده فكر ونجح فيه. اتعلم هو من ماتش الزمالك، انت بقى تتعلم من ماتش بيراميدز والاهلي. شوف بيراميدز عمل ايه مع الاهلي وتعلم. صباحك فل يا كابتن مجدي، صباحك فل. ايوه يا كابتن، ايوه الساعه ماشي، ما احنا متوضيين وجاهزين يا كابتن، على طول هنخلص اللايف وننزل. صباحك فل. فالنهارده ان شاء الله لازم يكون في تركيز. نمرة واحد، زي ما انا بقول، الماتشات الكبيرة دي عايزة ايه؟ التركيز، الهدوء، عشان تعرف تتصرف. ما ينفعش لعيب نازل من غير ما اللعيب اللي ما يركزش يطلع بره، ما ينزلش يقول للكابتن كده انا مش مركز يا كابتن النهارده، هغرق الفرقة. لانها بيبان في الملعب، من استلامه للكورة، من تحركه، من الباص بتاعه، بيبان كل ده.
فلازم لازم لازم يكون في تركيز النهارده. وبالنسبه للكابتن معتمد جمال، لازم يا كابتن تحط كذا سيناريو للمباراه، سيناريو واثنين وثلاثه وعشرة، عشان انت ما تتوقعش. تحط مثلا نمره واحد، ايه اللي حصل، اللي مثلا لا قدر الله واحد اتطرد مثلا من الزمالك، هتعمل ايه؟ واحد اتطرد من الاهلي، هتعمل ايه؟ الحكم مثلا النهارده ما تعرفش، هو الحكم من المانيا والحكم كويس وشخصيته قويه، انا عارف الحكم ده طبعا اللي بيتابعوا الكره الاوروبيه والكره الاوروبيه هم اللي هيعرفوا الكلام ده. انما البلاليص اللي قاعدين في الاستوديوهات ما فيش الكلام ده، ما يعرفوش حاجه، لان هم اصلا ما بيتابعوش الكلام ده. لان باين بيقول لك المره اللي فاتت اغرب حاجه، واحد صاحبي بعت فيديو بيقول لي اسمع كده الفيديو ده، الناس اللي هي بتتكلم، وبيقول له ايه؟ بيقول له اصل معتمد جمال غير في التشكيل عشان المحلل قال له ان اللعيبه دي مش هتقدر تكمل، مش عارف تعبانه، مش عارف. محلل مين يا بابا يا بابا اللي هو بيقول له مش هتقدر تكمل؟ محلل مين؟ المحلل، طب المحلل كان يقول له قعد عبد الله السعيد اللي عنده 40 سنه اللي هو جسمه ما يقدرش، كان قال له عمر جابر اللي اتصاب، ها، كان قال له على الناس الكبيره اللي في الملعب، الونش كان ريح. ايه يا عم الكلام اللهبل ده يا عم؟ يا جدعان حرام عليكم بقى، ارحمونا بقى، ارحمونا. الناس اللي بتتكلم في الاستوديوهات ويقول لك ده لعيب دولي ولعب لمنتخب مصر وحقق 3 افريقيا وحقق مش عارف ايه، ويجي يتكلم الكلام ده ما يعقلش، ما فيش الكلام ده. الكلام ده كلام يعني. طب حتى لو محلل الاداء قال له كده، عارف المحلل الاداء يقول له كده، المفروض هو يقول له ايه؟ يقول له لا انا هلاعبه على قد المساحه بتاعته، على قد الفكر بتاعه. مثلا قال له لا يلعب نص ساعه، هلاعبه نص ساعه. عشان كده كنت بقول ايه؟ ابتدي بالفول تيم بتاعك وانزل خلص، وبعد كده ريح اللي انت عايزه. فالمهم نرجع تاني، يبقى الزمالك لازم ياخد زمام البودره النهارده، ما تديلوش فرصه، لانه هو في اصلا فرقه واقعه، فرقه نفسيا تعبان. لو الاهلي رجع للملعب، لو الاهلي رجع نفسيا للملعب هيكسبك. انما انت المفروض من الاول تفرض سيطرتك، من الاول ما تسيبوش ياخد زمان المبادره، انت اللي تاخد زمان المبادره وتهاجم. هو الاهلي ما عندوش النهارده اللي يكسب، انما انت بقى تقدر. عشان كده بقول لعمر جابر نقطه ضعف النهارده غاب، الخبره بتاعتك ما فيش حد خبره. ما تقوليش حسام عبد المجيد ده ربنا يستر منه، فحسام عبد المجيد ده والونش، يعني انا ما اخافش من الونش، انما اخاف من حسام عبد المجيد ده. الونش ممكن النهارده يبقى خبره كبيره، يوجه يعمل، بس كان لازم يعني عمر جابر كان هيفرق جامد النهارده. فلازم هو النهارده هينزل اللي اسمه ابراهيم، هنلعب 4-3-3 يا كابتن معتمد، ما تألفش 4-3-3 بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اللي احنا بنكسب ده. زمان بيقول لك، كان الله يمسيه بالخير الخطيب الكابتن لطيف، يقول لك اللي تغلبه العبه، دايما كان يقولها في المطوشه كده. فلازم تلعب بالفول تيم بتاعك، تنزل ابراهيم، الونش، عبد المجيد، بنتايج، شحاته لازم يميل جامد على محمد ابراهيم، لان النهارده يبقى هم عرفوا ان ده نقطه ضعف، هيبقى مقلق، هيبقى خايف لغايه لما ياخد الثقه، فلازم حد يسنده. هيبقى ماتش تقيل، بيتلعب الاهلي على بطوله. محمد ابراهيم ده النهارده ركبته مش هتشتاله، انا بقول لكم من خبرات، احنا كنا واحنا ناشئين كده المطوشه الكبيره بناخد وقت، تنزل تلاقي رجليك بتترعش لغايه لما المدرب كده يجي يديك قلمين وتفوق. بس بقى بتفرق في اللعيب، شخصيه اللاعب، يعني شخصيه اللاعب. يعني الناس اللي زي حالتنا كده كان 5-6 دقايق وخلاص، انما في لعيبه كانت معانا تقعد طول الماتش مش قادره. ده بتفرق بقى من شخصيه اللعيب. نقطه ضعف الاهلي معروفه، خط دفاعه مهلبيه بالتقليه. انا اللي بقول لك مهلبيه بالتقليه، مفيش، ما بيعرفوش حاجه، ولا يعرفوا يدافعوا، ولا باكات ولا مساكين ولا اي حاجه، ولا تحركاتهم كلها غلط. والدليل الماتش اللي فات بتاع الاهلي. لازم 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 النهارده تنزل وتضغط وتلعب وتهاجم. طبعا هو هيلعب عبد الله السعيد، انا كان رايي يعني اللي ينزل قدام بين شحاته وفتوح احمد اسماعيل، علشان يساعد يمين وشمال لو بن شرقي
تريزيجيه، الواد اللي اسمه بقاليزو ده لو نزل يساعد برضه، يبقى رايح جاي مع الكوره. ما هي دي لعيب خط الوسط اللي هو بيبقى بين الثلاثه اللي في النص، يبقى واحد بين الاثنين، شحاته وفتوح اللي انا قلت عليهم، قدام بزيرة ومنسي والدباغ. طبعا بزيرة ومنسي والدباغ الثلاثه بيعملوا سويتشات. ده مش اللي مش فاهم اللي هم في الاستوديوهات دول ان خطه 4-3-3 دي الثلاثه اللي قدام دول بيعملوا سويتشات على طول. مفيش حاجه اسمها اصل ده ناحيه اليمين، اصل ده هو ده الجهل اللي انا بقول عليه، الجهل الفني. الناس دي مش متابعه كره اوروبيه ولا متابعه كره لاتينيه، ولا الناس دي خلاص احنا بينهم جابات كبيره جدا، هنقعد مثلا بتاع 10-8 سنين على بال ما نوصل لهم، الا اذا بقى انت اتعلمت وشفت وتعلمت وتعرف. فلازم النهارده ان شاء الله الزمالك يخلص زي ما انا قلت كده، ينزل يكسب، ياخد المبادرة ويحط كذا سيناريو. مفيش الا كده الكلام ده النهارده، هو كده اللعب، وهو دي طريقة اللعب، وهي دي اللعيبة اللي تلعب. غير كده الزمالك هيتغلب. وانا قلت لازم انت عندك النهارده المهم ما تتغلبش، بس مش معنى كده ان انا دافع، لا، لازم اخلص وهاجم وكل حاجة. نخش على المصري لازم يكسب، مفيش كلام. سيراميكا فرقة قوية، نقطة اللعب بتاعتهم، القوة بتاعتهم 4 لعيبة بالحج، لاكاي، اجولا، ومن تحتهم بيبقى السولية راجل خبرة، بيوزع، بيفرق لما يجي قدام، بيفرق، بيوزع اللعب. وانا كنت اغرب حاجة شفتها ان الاهلي ساب الواد ده ماشي. وفي الولد اسمه ارثر، بالواد ده بيلعب يا اما هاف يا اما باك رايت، يا اما هاف رايت يا اما باك رايت. الواد ده دايما بيخش في القلب، وبالحج بيفتح له خلاص، وبيلعب مع لاكاي كويس، فلازم اخد بالي. والواد اللي اسمه عبد الله اللي هو اعرب الاهلي، لاعب خطر، بيتحرك عرضي كويس جدا، لازم بقى يبقى عين عليه. نقطة ضعف سيراميكا الاتنين مساكين، سعد سمير ورجب نبيل. اعمل ايه بقى لو انا هدافع من التلت بتاعي الاول في نص ملعبي، عشان لما اقطع الكرة اهجم، لان الاتنين دول بطاء جدا 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 جدا. لو طمين ضغط عليهم هيقطع. ده مش عارف بقى الفرود التاني هيلاعب مين، هيلاعب الزمراوي ولا هيلاعب كريم بامبو، مش عارف صلاح محسن فين. لو صلاح محسن لعب هيبقى نقطة قوة عندنا في المصري، ومن تحت ده غموم. طبعا انا مش عارف، هو المرة اللي فاتت زي ما انا قلت لكم عماد النحاس لعب 3-2-4-1 او 3-4-2-1، بس انت لازم تلعب اللعيبة دي، لازم تكون فاهمة الخطط دي مركبة، لازم تكون متعلمة كويس وحافظة واجبات مركزها. 3-4-2-1 دي، يا اما الاتنين اللي على الطرف في الاربعه دول بيبقوا 2 باكات. المره اللي فاتت كان بيلعب باك واحد بس السعداوي، ما كانش بيلعب باك يمين، فكان حاطط السعداوي من ضمن الثلاثه، وده غلط. انا شايف كده ان الثلاثه اللي ورا لازم يكونوا مساكين. اوروبا ساعات بيلعبوا بباك 2 مساكين وواحد باك، بس طبعا بيبقى بتاع الباك ده بيبقى عارف مهامه، لما يبقى مساك يبقى ايه، لما يطلع هيبقى هيعمل ايه، بيبقى عارف مهامه كويس. انما احنا عندنا هنا ثقافه اللعيبه على قدها خالص. مفيش لعيب في مصر ثقافته كرويا وفنيا عاليه، مفيش خالص. ف لازم تكون لو انت هتلعب كده بقى لازم تحفظ اللعبه دي كويس جدا 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 جدا، يحفظ، لان هو على بال ما يفهم هياخد وقت، يحفظ كويس ويعرف واجبات مهامه ايه. وانت من بره يا كابتن عماد على طول تفكره، حاسب، خلي بالك، لازم كده. هو اللاعب المصري كده بالذات ثقافته فنيا ضئيله. فالخطه بقى اللي هي 3-2-4-1 انا معاك ان ما فيهاش باكات، انا معاك، بس يا اما الاثنين اللي بيبقوا قدام الثلاثه دول بيبقوا هم الباكات وبيدخلوا، يا اما الاثنين دول بيكونوا لعيبه خط وسط بس فاهمه مركزها كويس جدا. ليه؟ لان الاثنين اللي قدام الثلاثه دول لو مش فاهمين بيعملوا ايه هيبقى بلح، هتبقى تعبانه، هيبقى خط الظهر يتكشف، زي اللي اسمه صبحي دون واللي اسمه محمدي، دول خطر جدا. وانا رايي لو لعبت بثلاثه النهارده هيبقى المحمدي ومعاه هاشم
ويا اما بقى كريم العراقي كان بيعملها كويس في المنتخب الاولمبي زمان مع شوقي غريب، وخدنا بيها الاولمبيات زمان. فلو لعبته تالت مساك تالت وممكن يكون السعداوي يطلع قدام من ضمن الاثنين اللي قدام. دي افكار، ما انت لازم تبقى عقل. الكرة سهلة وبسيطة بس عايزة عقل، عايزة موهبة ومخ وفكر. فعندك النهارده نقطة ضعف سعد سمير ده ورجب نبيل. لو لعبت كرة طولية هيتعبوا، هنجيب الجون واثنين وثلاثة مع رجب نبيل ده وسعد سمير. نقطتين ضعف يعني، الاثنين مساكين دول نقطة ضعف رهيبة في سيراميكا النهارده. لو لعبت كور طولية ولو قطعت الكورة وعملت هجمة مرتدة هنروح بكل سهولة، وتغموم يعرف يعملها، السمراوي يعرف يعملها، ميدو جابر. فعندك كذا يعني. مثلا النهارده يبقى كريم العراقي لو مش مصاب، محمدي وهاشم قدامه، السعداوي ومخلوف واسمه وميدو جابر والعراقي. جميل. قدامه تغموم واتنين فراوده. لازم تلعب باتنين فراوده عشان انت عايز تكسب. لازم طمين، صلاح محسن طمين، الشامي طمين، كريم العراقي، بس لازم طمين ينزل عشان ولد لماح، ولد سريع. واللي اسمه اللي اسمه ايه يا ربي، القرموطي ده، يركز كويس. الكوره لما تجيله جوه 18 شوطه كابتن، بتوقف ايه؟ مفيش حد بيوقف جوه 18. كده خلصنا النهارده ان شاء الله. بالتوفيق للزمالك وبالتوفيق للمصري ان شاء الله. زي هقول تاني، الزمالك النهارده لازم يلعب بقلب، لان قلت لك الروشته دي يعني اللعيبه هي اللي هتلعب. المهم المعتمد جمال ده ينزل بالتشكيل اللي انا يعني لمحت ليه وقلت عليه ده. لازم 4-3-3 ترجع للعبك وترجع لفكرك اللي انت بتكسب بيه. لازم تلعب باتنين فراوده، منسي والدباغ. انت النهارده هتكسب تخلص، ما تعملش زي ماتش انبي. بس كده. ونقطة ضعف الاهلي النهارده خط دفاعه لازم تضغط عليه، لازم تلعب كورة طولية، لان هم تعبانين في الحاجات دي خالص خالص. بس ما ننساش برضو عندهم نقط قوة. تريزيجيه نقطة قوة، بن شرقي نقطة قوة لو نزل. الولد بن رمضان ده لو نزل خطر، لانه لماح بيلعب كورة كويس. شكرا ليكم وكلكم وانتم طيبين. ما تنسوش بقى اللايكات والشير والكلام ده والحاجات دي. شكرا ليكم، وما تنسوش الكورة مع الأزورة هتكون جميلة وبيوري. السلام عليكم.